عندكم اي كيكه باقيه؟ الولاد بياخدوا قطعه ويسيبوا قطعه، خلاص سبتوها نسيتوها بره فنشفت معاكم شويه، ما كانتش مظبوطه كمان والتسويه بتاعتها مش اللي هو قد كده، ما تقلقوش الحل عندي، هنعمل بيه حاجه حلوه قوي ومحدش هياخد باله ابدا ان احنا عاملين بيه بواقي كيك او كيكه ما كانتش مظبوطه معانا. اهلا بيكم، معاكم ساره، والنهارده هعمل معاكم كيك بوبس. هنستخدم فيه بواقي الكيك زي ما اتفقنا، هنعمل بيه اكتر من شكل، وكمان هقول لكم باكتر من طريقه ازاي تستخدموا فيه الكيك البيت. يلا على طول ونبدا باول طريقه واول نوع. اول حاجه هنبدا بالكيك طبعا بتاعنا، والبوكس الحلو بتاعنا اللي احنا منعينه في الفريزر، ونحط فيه كل بواقي الاكل لحد ما نجمع كميه حلوه ونبدا نعمل بيه وصفات مختلفه. وهستخدم معاه دانيت او هستخدم معاه صوص كراميل، دانيت بالشوكولاته بطعم الكراميل بالفانيليا، وكمان طالع بطعم السينابون، هيبقى طعمه رهيب. هنا هبدا افتفت كده الكيكه بتاعتي، انا هنا عملتها بس بايديا عشان لو محدش عنده كبه فيقدر يعملها بكل سهوله، اهم حاجه ان انا افتفتها كده بايديا زي ما انتم شايفين، وابدا احط عليها السائل بتاعي او الدانيت زي ما اتفقنا، معلقه معلقه. انا هنا ما عنديش كميات خالص، بيختلف من الكيك عن كيك، لو الكيك عندك ناشف شويه فيحتاج اكيد من السوائل اكتر شويه، فانا هبدا ان انا اضيف اقلب كل حاجه مع بعضها اكني بعد يعني بعجن كده بس بسيط. عارفين ما بتيجوا تعملوا التارت وتعملوا كده الزبده وتدخلوها في الدقيق، بتقرصوا كده بايديكم بسيط، هي بنفس الطريقه، وابدا اخد منها قطع كده واكورها بالشكل اللي شايفينه ده. ممكن كمان هنا احط اي صوص عندي، صوص شوكولاته، صوص كراميل، ازود بس السوائل لو كانت الكيكه عندكم ناشفه اكتر. الكيك عندي هنا كان ناشف، كنت عينيه في الفريزر بقاله فتره، وكمان كنت سايباه بره قبل ما عينه في الفريزر فما كانش فريش وانا عينيه، فبالتالي بيطلع معايا ناشف اكتر. فانا حطيت عليه حبه كده من سيرب التوت او صوص الشوكولاته او صوص الكراميل او صوص فراوله، مش عندكم يبقى هتزودوا معلقه كمان من الدانيت. المهم هكور كل كمية بتاعتي وهسيبها في الفريزر تستريح شوية وتمسك كمان. هبدأ اجيب شوكولاتة واكون مسيحاها بدون اي اضافات، هحط فيها الكور بتاعتي زي ما اتفقنا تكون ساقعة، يعني حطينا في الفريزر عشان نعرف نتحكم فيها بكل سهولة. هنحطها في الشوكولاتة ونغطيها كويس، ممكن نعملها اكيد بالشوكولاتة البيضاء او بالشوكولاتة الدارك، او ممكن نعملها بشوكولاته بالحليب. سيحت كمان شوكولاته هيرشيز بيضه فكان طعمها حلو قوي كمان، وخصوصا البسكوت المقرمش القطع الصغيره اللي فيها ملمس وطعم كده مختلف. ولازم نرجعها تاني في التلاجة لحد ما الشوكولاته تجمد وتبقى معانا بالشكل ده، وده الشكل النهائي بتاعها. شايفين قد ايه حلوه بجد، حلوه قوي قوي، واستحاله ان حد ياخد باله ان احنا عاملينها من بواقي الكيك، واخليهم ياكلوا الكيك اللي هم سابوها ويطلبوها منك كمان، وعلى اساس ان هي وصفه جديده ومختلفه واحنا عاملينها من بواقي الكيك بتاعهم. تاني طريقة هنستخدم فيها هنا الكبة. هنا انا مستخدمة مش بواقي الكيك، انا مستخدمة كنت عاملة كيك سبونج كيك عادي، فانا حبيت اشيل الاطراف بتاعته عشان يبقى مظبوط الحجم بتاعه مع القالب اللي انا هستخدمه، فانا شلت الاطراف. طبعا اكيد مش هنرميه، هنحطه في الكبة، وممكن هنا بقى نسيبه شوية عشان يضرب معانا كويس ويبقى ناعم، ممكن نسيبه بس يهدى، ما نستخدموش وهو لسه سخن. بعد ما انا ضربته بقى ناعم معايا بالشكل ده، هضيف عليه هنا كاسترد. ده كاسترد كان انا عاملاه عادي تماما في البيت، والبودر الجاهز وانا عملته بنفس الطريقه مكتوبه على العلبه، بس لازم يكون بارد تماما. هبدا اضيف الكاسترد بالتدريج خالص لحد ما تبقى معايا زي ما اتفقنا القوام بتاعي كده طري وحلو ومش معجن قوي ولا ان هو يبقى ناشف. وانا لقيت ان انا كده وانا بكور الكيك بتاعي لقيت ان هو مشقق، يبقى معناه محتاج سوائل. تمام، يبقى كده ازود من السوائل. هبدأ اكور الكيك بتاعي لحد ما اخلص كل الكمية. هنبدأ نزينها بأي شكل انتوا حابين، يا هنسيح شوكولاتة زي ما عملنا في قبل كده، ونحط عليها مكسرات فورماسيلا، سواء الفورماسيلا بالشوكولاتة او الفورماسيلا الالوان، سبرينكلز اي انواع تكون عندكم. في سبرينكلز بيكون كده كور صغيرة وبيبقى فيه اشكال كتير منها مختلفة، نجوم، انواع كتير، يعني اشكال كتير مختلفة منها، فتقدروا كمان تعملوا بها افكار كتير. او ممكن احط جزء منها بس في الصوص الشوكولاته واطلعه واحطه في اي سبرينكلز. عندي هنا كمان جوز هند بتبقى طعمها حلو قوي، لوتس مجروش، اي بسكوت، اوريو مثلا، اي حاجه اي حاجه عندكم تقدروا تستخدموها تاكلوها حتى هنا كده لوحدها، برضو جميله جدا مع كوبايه شاي لينا احنا ككبار، او الاطفال ياكلوها كده كسناك وتحطوها كمان معاهم في اللانش بوكس.
وده الشكل النهائي بتاعها زي ما انتم شايفين، بجد شكلها حلو قوي قوي وطعمها كمان حلو قوي. يلا على طول على اخر طريقه معانا، ريد فيلفت كيك. هي كانت متبقيه معايا، فانا خدتها بالكريمه بتاعتها وبكل حاجه، ضربتها في الكبه لحد ما بقت معايا بالقوام زي ما اتفقنا اللي انا اقدر اشكله. طب لو ما كانش عندي الكيك بتاعي محطوط فيه صوص مثلا او فيه كريمه، يبقى انا هعمل ايه زي ما اتفقنا، يا هزود كريمه. الكريمه طبعا بتاع الريد فيلفت بيكون القوام بتاعها مختلف عن كريم شانتيه او الكريمه اللباني اللي احنا بنضربها العادي. انا حبيت هنا بس يبقى عندي تغيير شويه عن الشوكولاته. فعارفين كده لما بنيجي نعمل السينامون او الدونات وعايزين نعمل صوص بتاع الصوص الابيض اللي بيبقى على الوش ده، سكر البودر وحطيت عليه لبن عشان يبقى القوام بتاعه كده خفيف شويه. وكان عندي كمان هنا كمبوت كريز، كمبوت فراوله، كمبوت توت، اي كمبوت عندكم بتاخدوا منه كده جزء كده او معلقه صغيره خالص بتضيفوها على خليط سكر البودر واللبن عشان يبقى معايا بس اللون مختلف شويه واكيد الطعم مختلف. كانت التجربه شويه صعبه شويه، ما خلاش يعني الصوص ما مسكش على كور الكيك بوبس بتاعتنا قوي، فانا اضطريت ان انا اسيبها تمسك وتجمد وحطيتها في التلاجة تاني الفريزر افضل. وبعد كده رجعت حطيت لها طبقه تاني من الخليط بتاعي، بس ما كانتش كمان يعني متغطيه قوي، بس كان طعمها بجد حلو قوي ومختلفة عن الشوكولاتة زي ما اتفقنا. وبكده نكون استغلينا احلى استغلال لبواقي الكيك. يا رب تكونوا استفدتوا وعجبكم وصفة النهاردة. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات جاية وصفات مختلفة، وسلام عليكم.